انا كنتذكر النهار يا اخي اللي كانت غاديه فيه السعوديه وغتسمح فينا، وتبعها من موراها وتنجري كنقول لها يا خليك معانا، ما بغينا والو، ما نطلبوا لك والو، يا خليك معانا. هي دفعتني ومشات جرات شنطه ومشات. 11 عام وخويا في عمره 6 سنين، انا الوحيده اللي تبعتها. ما تبع خويا مسكين 6 سنين ما مسوقش، اما هذيك الاخت ما مسوقاش يعني من عائلتها، وبغاونا نخرجوا للفساد، جيب لهم غير الفلوس قسما بالله. ولكن الحمد لله ها احنا عشنا نقيين تنموت نقيين. هما باغيين يوصلوني لواحد المرحله اللي غادي نحط وليداتي ونمشي نعلق شي مشناقه وهذا، حيت انا راه ما نقدرش نعيش بلا وليداتي. دابا انا يا اخي كنناشد السيد والي الامن ديال فاس، لانه هاد الناس تيستحقروه. قالت لك هي راه ما راكيش في السعوديه، وخاص هاد السيده تعرف بلي راه كاين الامن وكاين الاجهزه الامنيه، وماشي اي حد يستغل الصفه ديالو. غير راكي دابا انت والده ولا هذاك اخ ولا هذاك اخت ينوضوا يديروا شي جريمه يقولك حقاره هذا، لانه هادو ممكن يديروا جريمه. ولدها راه مريض نفسي، البنت راها جاهله، البنت جاهله على ديك الدار. يعني قالت لك تقتلني، قالت لي انا ما عندي على من نخاف. البنت راها يعني ما عندها لا اولاد، ما عندها لا زوج لا والو، يعني قالت لي نقتل. قالت لي انا باغا نمشي عكاشه. الحمد لله ربي سخر لي جنود وعباده المخلصين في الارض ساعدوني الحمد لله. بعد معاناه استنزفتني وخذات من صحتي 7 سنين، راه خذات مني. فهمتي الناس راه بلدهم وكيتشكاو منها، باش تجلس 7 سنين راه صعيب. وصبرت وبقيت شاده في الله وفي طريق الله حتى ربي يجعل لي مخرج. جيت عارفه راسي عندي واحد الدويره اللي فيها 45 متر، كانت كاينه في حي المرجان مدينه فاس. المهم عارفه راسي يعني ديك الدويره نقدر نبيعها 45 متر، نعالج ولدي، نقري وليداتي انهم ما كانش يقراو في السودان تقريبا 3 سنين بلا قرايه. البنيته عمرها دخلت المدرسه، ولكن كنت نقريهم في الدار. ما شاء الله حافظوا القران، تيقراو الفرنسي العربي، انا اللي كنت نقريهم. ملي جيت كنتفاجئ بهاد الناس تيستغلوا الصفه ديالهم. قالك لا علاش جايه هذه الوالده والاخ، الوالده والاخ عمره 32 سنه والاخت عمرها 40 سنه. الام ديالك اللي ولدات الوالده دائما تنقول ان الام صفه لا تعطى الا لمن تستحقها. والده ولدتني لانه انا احنا عشنا ايتام الاحياء، وتنقولها دائما عشنا متشردين، لا اب لا ام، خلاتنا صغيورين. داك الولد راه خلاتو، داك الولد دابا اللي مرض نفسي راه هي سبابه، لانه خلاتو 6 سنين في الشوارع، لا تعليم ولا حرفه. شكون اللي جنى عليه؟ ربي غيسولك على داك الطفل اللي ما خاصك تولد داك الطفل تكون مؤهل. ما تنقولوش الفقر، راه كيف قلت لك الناس راه ما شاء الله واصلين اطر في المجتمع، ورباتهم ام رجاله خدمات عليهم جمعاتهم خبيز حافي وبرير داتاي وحضناتهم وادات الامانه ديالها وعلماتهم. الحمد لله عندنا التعليم مجانا باش ما نديوش وليداتنا يتعلموا. دابا انا خويا مسكين طلع على قرايه لا ما كيعرفش يقرا، مرض نفسي. وانا كذلك انا كنت قرايه. دابا الناس اللي غيتفرجوا لي كيعرفوني غادي، انا كانوا الناس تيقولوا لي انت ما وصلتيش زعما شي حاجه كيفاش. والله يا اخي لا دائما لا بروميير دائما بلا سوايع بلا حتى شي حاجه. وهاد الام كون غير حضنات غير على هاد البنت وما تعرف ربي يسهل عليها في شي وظيفه ولا كاينه ولا لا. وحنا ما عندنا ما كنرجعوش للماضي. الماضي راه دابا اخي انا مني جيت بلا خبرهم، حيت هي ما باغانيش نجي، واصلا شاهده مع طريقي في السعوديه باش نبقى غرقانه متوحه، باش يبقاو هما مستغلين ديك الدويره. وهي واحد الفتره كنت كنصيفط لها واحد الفلوس، واحد الفتره ما بقاش هو باغي يصيفط، قالت لك لا نصيفط لها. منين نصيفط واش انا خدامه؟ حتى انا راني غير ام وحاضنه وجالسه في الدار، فهمتيني؟ بقاو مستغلين ديك الدويره ساكنين فيها 12 سنه. انا دابا عندي مشاكلي وعندي ظروفي وانا غير وليه،
جيت انا لا قالك ما تجيش بولادك، بغاوني نرمي ولادي، قالك سيري عيشي حياتك وعيشي شبابك وعيشي. انا ما بغيت لا حياه لا شباب لا والو، حياتي لولادي وشبابي لولادي وماشي خساره على وليداتي. ما بغيتش يا سيدي، انا مرا ربانيه وشاده في طريق الله، ونتقاتل على وليداتي في هذه الدنيا وندير القيمه لوليداتي، ولكن في طريق الله سبحانه وتعالى. هادو ما بغاوكش في طريق الله، بغاوك ترمي ولادك وتخرج، قالك تعيش حياتك هذا. كانوا معروف، احنا كنا معروفين، عشنا في جديد تيعرفونا، وجات هزاتنا رماتنا عاوتاني في واحد البلاصه سميتها باب السيفر، وراك عارف الاحياء الشعبيه، وتخلي 3 الاطفال عايشين تينعسوا بوحدهم ويفيقوا بوحدهم. ولكن الحمد لله دائما كانوا الجيران الله يعمرها دار، مع انه العائله ديالها اش غادي نقول لك يعني قباحين بزاف، بالعكس كانوا كينتقموا منها فينا، وكان ممكن يحصل لنا حاجات بزاف، راه غير ربي اللي حفظنا ومن عائلتها يتحرشوا بينا وهذا، فهمتي؟ ولكن الله اللي حفظنا. اما بالنسبه نخرج للطريق، الله اللي ما بغاليش داك الطريق، حيت الله الا بغاك راه تيسخر لك جنوده في الارض وتيحفظك وتيحميك وتيبعد عليك بزاف. راه من عائلتها وبغاونا نخرجوا للفساد، يجيب لهم غير الفلوس قسما بالله. ولكن الحمد لله ها احنا عشنا نقيين تنموت نقيين. والله يا اخي ما كنعس الليل كتحل باب الولد هذاك المريض النفسي كتقول له قتلهم، راه قالت لي هذا كياكل الدواء، قالت لك هذا تياكل الدواء، ما غيمشيش للحبس. بنتها كتقول جيبي الشاقر، بغاو يخرجوني يا اخي، وانا تقول جيبي الشاقر راني مسجلاها باش نخرج انا بوليداتي، تيقول لها نمشي نكري. وكتستغل الصفه ديالها، هذا هو المشكل. دابا الا شتيها غتقول مسكينه مرا كبيره وهذا، ولكن يا اخي اش غادي نقول لك، داك الكلام اللي كتسب وداك الكلام حاشاك راه غير من الحزام لتحت. وعندهم مشاكل مع الجيران ومشاكل مع الحي كله، وريشوني قدام الناس، بغاوني نمشي قالك علاش داخله علينا. هادشي اخي راه ماشي غير كيألمني، هادشي راه جاني احباط. يعني انا جايه مساليه وواحد المعاناه، وجيت لقيت عاوتاني واحد المعاناه من شكل، انا ما تيبقاو فيا غير وليداتي، تيبقاو فيا غير هاد الوليدات اللي تكرفست عليهم، وجيت انا ما بغيتهمش يتكرفسوا، هما باغيين يوصلوني لواحد المرحله اللي غادي نحط وليداتي ونمشي نعلق شي مشناقه وهذا، حيت انا راه ما نقدرش نعيش بلا وليداتي، حيت انا عارفه شنو معنى تعيش بلا ام. وليداتي مساكن متعلقين بيا وراه عارفيني كيف تنتعامل معاهم وكيف هذا. مشيت درت شكايات بيهم، مشيت عند سيده وكيله الملك، ولكن لحد اللحظه باقي ما كاين حتى شي تدخل. قالت لي واش يسحبك راكي في السعوديه طلي من الشرجم تعيط للبوليس يجيوك، كيفاش؟ واش هذا تقليل من هذا؟ الحمد لله حتى حنا في بلادنا راه كاين القانون وكاين الشرطه، ما شاء الله الشرطه منتشره في كل مكان. علاش لا تيقولك لا هذا المجتمع المدني، وهاد السيده تقدر يقتلني ولدها ولا بنتها ولا هذا، اش متعرض انا ما تنعاش، دفعوني وشدوا على ولادي الباب، قال لك غنعيطوا لبا وما يجي يديهم، ما كيخليوليش البنت ديالي كيتنمروا بيها، كيقول لها يا عزيه يا الحرطانيه، كتقول ليها انت ديتي غير عزي حاشاك ما عرفتش، كتقول واحد الهضره طايحه. دابا عاد ولا عزي ملي كان تيصيفطك الفلوس وهذا، وكان عايشه في الرعب، ما كنعاش انا. كل لقيت شي بلاصه نمشي ليها راه ما ندخلش لتما. الام وولادها داكشي. ودابا هي كتستغل الصفه ديالها، كتمسكن على الناس. قال لك هذيك الدار صافي ديالهم، قالك عطينا الملايين عاد نخرجوا لك منها، عطينا 3 المليون. انا عندي 3 المليون غادي هذا كراني مشيت كريت بها بسميتي، وهما اللي مستغلينها. والبنت في عمرها هذه 40 سنه، مراه خدامه وعندها الملايين، كانت تقول لي صيفط لي الوكاله، تخيل صيفط لي الوكاله، وصيفط لها الوكاله باش تدخل الموضوع، دخلته على سميت بنتها. جيت دابا كنتفاجئ ان الموت ضرب في بيت بنتها. واخي انا داك الدويره اللي ما عنديش من غيرها، وانا باغا نستثمرها في وليداتي، با خدامه ما والو، وانا ما مطالبه حتى شي حاجه.
دابا انا يا اخي كنناشد السيد والي الامن ديال فاس، لانه هاد الناس تيستحقروه. قالت لك هي راه ما راكيش في السعوديه، وخاص هاد السيده تعرف بلي راه كاين الامن وكاين الاجهزه الامنيه، وماشي اي حد يستغل الصفه ديالو. غير راكي دابا انت والده ولا هذاك اخ ولا هذاك اخت ينوضوا يديروا شي جريمه يقولك حقا راه هذا، لانه هادو ممكن يديروا جريمه. ولدها راه مريض نفسي، البنت راها جاهله، البنت جاهله على ديك الدار. يعني قالت لك تقتلني، قالت لي انا ما عندي على ما نخاف. البنت راها يعني ما عندها لا اولاد، ما عندها لا زوج لا والو، يعني قالت لي نقتل. قالت لي انا باغا نمشي عكاشه، قالت لي تخرجي من هنا انت وولادك، والظرف سميتي. وكنتصل زعما بهذه يعني باش يكون تدخل سريع. انا فين نمشي بهاد الولادات في البرد؟ واش انا غادي نمشي نكري زايده في وليداتي؟ باش غنمشي نكري كيقولك عطيني تسبيق عام ولا 6 شهور، وراني انا اصلا ضروري خاصني نبيعها ونمشي نكري لوليداتي باش يستقروا. لكن انا وليداتي مبغيتش يمشيو يتخلعوا، راه غير الخلعه كتسبب مرض نفسي. وليداتي حاشاك فيهم الاسهال بالخلعه. ولدها في بودهر، ودابا درت الشكايه ديالي في 3 الشكايات درتهم في بن سوده، قالوا لي سيري لبودهر. ودرت شكايه كذلك عند السيده وكيله الملك، ولكن اللي حد لحظه هما جالسين كيقولوا راه ما غيديها فيها حد، خليها غير كتخربق هنا. قالت لي هنا ما غنتقلعوش، وراه عندها الفلوس وعندها بنتها عندها الملايين. قالت لك بيعيها لي، قالت لك عطيني الوكاله، داروا الموظف سميتهم. فين غنمشي انا بهاد الاولاد؟ قسما بالله لو كان عندي بديل ولو اموري متيسره ما نخرجهم منها ولا نهضر عليها. واخا راها ما تستحقش، راها ما ربات ما حضنات ما كبرات، ولكن لوجه الله كنتعاملوا. ولكن انا راه انا بحاجه، وعندي وليدات وحاضنه، وانا وليداتي باقيين صغار، باقي كنستثمر فيهم. ما هي راه ضيعات ولادها، راهم دايرين عصابه تما يا اخي. عرفتي داك الشيء كيغوتوا ويطلعوا فوق الطبالي وريشوني. راه الناس الحي شاهدين وكيتقاتلوا مع الجيران، غير البارح متقاتلين مع الجيران. دابا يا اخي انا كنتمنى التدخل السريع، لانه ممكن نتعرضوا لشي كارثه. انا ما كنعش، كنبقى حاضيه وليداتي، غير نوض الطوايط كنوض معاهم. كتحل ولدها الباب في 3 د الليل، ولدها مريض نفسي، هي كانت راميه للشارع كتخاف منه. تنقول لها دخلي خويا للدار، تقول لي غيقتلنا. ودابا انا اللي عندي اطفال تدخلي عليا زعما باش تخوفيني باش نخرج انا اللي انا بوليداتي. راه ما فيهاش المحنه يا اخي. راه اللي عطاتو الدنيا شي اب ولا شي ام اللي حنان، وزعما هذا راه يحمد الله ويشكره. راه حنا الدنيا ما صفتناش حتى في ابسط التفاصيل. راه تنتعامل معها لوجه الله وكنت نعاونها من هذا، واخا ما فيهاش المحنه نهائيا. شهدت فيا. غادي نقول لها خليتي واحد الجرح، كل ما كبرت كل ما غراق. كل الجراح كيعالجها، ربما بعض الجراح الزمن تينسينا وتيعالجها، الا فقدان الام. انا كنتذكر نهار يا اخي اللي كانت غاديه فيه السعوديه وغتسمح فينا، وتبعها من موراها وتنجري تنقول لها يا خليك معانا، ما بغينا والو، ما طلبوا لك والو، يا خليك معانا. هي دفعتني ومشات جرات شنطه ومشات. 11 عام وخويا في عمره 6 سنين. انا الوحيده اللي تبعتها، ما تبع خويا مسكين 6 سنين ما مسوقش. اما هذيك الاخت ما مسوقاش. يعني تيقول لك واحد المثل، تيقول لك واحد المثل ما في الهم غير اللي فهم. الانسان اللي تيكون شويه العقل ديالو اكبر من السن ديالو هو اللي تيكون. انا كنت معلقه بها، يعني واخا كانت تتقيد مثلا كتخدم كتجمعنا في الليل، كنجمعوا على داك. كنتذكر ديك الكويز بنيتات وولد صغير، وخلاتنا صحاب. دابا العائله ديالها كفس منا، ما حنوا فينا ما رحمونا. ما كانت تجري علينا ونجلسوا في الزنقه يا اخي. والله واحد المعاناه ما كتنساش. لا يعلم الله الا الله سبحانه وتعالى.